السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية المجددة للمتتبعين الكرام ديالنا. اليوم غادي نهضروا ونشرحوا التطبيق ديال لا ام دي جي اس من بعد الميزاجور جديده. كما كتعرفوا دابا راه ولات تقريبا جميع المباريات ممكن يتلعب عليهم في اللايف، وكاين بزاف ديال الميزات جديده، يعني تلعب على الكورنيرات، تلعب على بزاف د الحوايج. يعني كيحاولوا انهم يوصلوا للنيفو ديال الشركات المنافسه الوان اكس بيت، ميل بيت ولا ذلك. بالنسبه للناس اللي مازال ما محملينش التطبيق، راه ممكن تيليشارجيو التطبيق من جوجل. كتدخلوا فقط الموقع ديال ام دي جي اس ماروك جي سبور، فوالا. ولا كنتو ديجا ما محملينش التطبيق راه كيطلب منكم تيليشارجيو. ديجا انا من تيليشارجي راه ما كيطلبش مني نعاود نتيليشارجي التطبيق. دونك بالنسبه للطريقه ديال اللعب اللي كتشوفوها هو التطبيق كاين هنايا ام دي جي اس. شوف هذه هي القائمه. كنصحش الاخوان اللي غادي يلعبوا في نقاط البيع، يعني اللي يلعبوا السوق كيشي، ما يتسجلوش في التطبيق، لان الا تسجلتي ما كيخليكش انك تصاوب الورقه بهذه الطريقه اللي نشرح لكم. وغادي نشرحوا الطريقه كيفاش تسجل وتشحن الحساب ديالك. دابا نبداو بالنسبه بلا تسجيل بلا والو. دونك كتدخل اما لللايف او اللقاءات اللي عاد يبداو. كاين اللايف مثلا، المهم كما كتلاحظوا بعد الميزاجور جديده ولا تقريبا ديروا فوتبول، ولا هو عندنا 12 ماتش اون لايف، يعني ديما كاين لايف، يعني اكثر من شحال هادي. لنفرض مثلا هو كاين هنايا مثلا اندونيسيا وليبيا راه بادين في الدقيقه 33. نديروا ان اللقاء يسالي بالتعادل فور اكزومبل. هنا كيعطيك التيكي ديالك لتحت في لاميس. انا عندي ديجا كنكليكيو سيغ تيكي، كيبان لينا داكشي اللي درنا. نحاول نمسح شي حوايج كنت كنجربهم. فوالا بقى عندنا ليبيا اندونيسيا اكس. نقدروا نزيدو شي حاجه اخرى الا بغينا، مثلا في اللايف مثلا حرس الحدود. دونك يجيب نديرو مثلا هذا بليس دو 4.5 يتماركاو 4 البيوت 3.5. ممكن تغير هنايا 2.5 ولا 3.5 على سبيل المثال. فوالا. ولا عندنا هنايا جوج ديال الرهانات في اللايف. كندير فقط ريزيرفي صافي وكتسجل التيكي ديالي. ها هي الاخرى اللي ريزيرفي. دونك انا ملي كنمشي عند لو ديطايون او لا عند نقاط البيع، كندير فواغ لو كود بار، كنعطي فقط هاد لو كود بار هذا يجينيري كيقطع الورقه ديالك. دونك هذا بالنسبه للتحديث الجديد. وباقي الا كاين شي اسئله وتساؤلات ديالكم انا مستعدين نجاوبوا عليها. وبقى ندير ان شاء الله فيديو مطول باش نشرح الطريقه ديال اللعب في التطبيق بشكل مفصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.